لا لا لو يا لا لا لو يا لا لا لو يا لا 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 لو يا لا لا لو يا لا لا لو يا لا 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 لو يا لا لا لو يا لا لا لو يا لا 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 لو يا لا لا لو يا لا لا لو يا لا لا. السلام عليكم، تحية طيبة لكل الناس اللي كيشوفونا على قناة لطيفة وبناتها. نتمنى يوصلكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم في إطار شهيوات جينا نشارك معكم إن شاء الله هاد التاكوس، وماشي أي تاكوس اللي غادي تجربوهم وغادي تحماقوا عليهم وتحماقوا على المذاق ديالهم. الناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ومرحبا بكم، والناس اللي ديجا مشاركين في القناة ألف شكر وألف تقدير. نتمنى تشاهدوني حتى الأخير ديال الفيديو باش تشوفوا جميع الأسرار والطريقة باش يجي معاكم هاد الطاكوس كيف ما كتشوفوا لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. يعني صراحة هاد الطاكوس مشكورين بزاف، اللي كيذوقهم كيطلب الطريقة والمقادير. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. هنا في المقادير غادي نحتاج صدر ديال الدجاج مقطع على هذا الشكل، زدت له شويه ديال الملح، معلقه صغيره ماشي عامره ديال القزبر اليابس مطحون على هذا الشكل، نصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير، شويه ديال الابزار غير راس معلقه صغيره. هنا غادي نحتاج الثومه غبره، الا ما توفرتش تقدروا تعوضوها بالثوم عادي، واحد الناب ديال الثوم محكوك. انا عملت ثوم غبره نص معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال البابريكا اولا الحمراء. هنا غادي نزيد واحد المعلقه عامره صغيره ديال الهريسه، وكتبقى على حسب الذوق، الا كان كيعجبكم الحار ديروا اكثر. واحد مقدار ديال الصوجه، تجي تمن 2 معالق كبار ديال الصوجه. هذه هي العطريه اللي غنحتاج باش نجمع هاد الدجاج اللي معايا. وتقدروا تعوضوه باللدان ديال البيبي حتى هو كيجي مزيان. انا هنا استعملت الديك الرومي. وهنا كنزيد دانون ناتورال بلا سكر، طبيعي، دانون طبيعي بلا سكر، ضروري يكون بلا سكر باش نجمع هاد الخلطه هادي اللي غنعمل بها الحشوه ديالي ديال الطاكوس. هاد الحشوه هادي الا كان عندكم الوقت ديروها وتغطيوها وتخليوها ترقاد واحد ساعه ولا 2 سوايع كيكون افضل. انا هنا ما توفرش عندي الوقت، درتها في البلاصه حتى هي كتجي لذيذه. صافي كنخلط هنايا هاد الدجاج ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا حتى كتدخل فيه ديك الدانون وديك العطريه، وكنحتفظ به جانبا. هنا في مقلاة مع شويه ديال الزيت، كنشحر تمن واحد بصله كبيره مشلضه على هاد الشكل هذاك، وغليظ شويه ما تكونش رقيقه بزاف. بعد ما طاحت البصله ديالي في المقله كنزيد عليها هذاك الدجاج وصافي، وكنبقى نشحر. هنايا انا هنا توفر عندي شويه ديال القنبه، كتبقى اختياريه القنبه يعني ماشي اساسيه. توفرت هو هذاك، ما توفرتش راه كيجيو لذاذين يعني بنفس الشكل. انا توفرت عندي زيتها. صافي كنشحر الكل كيف ما كتشوفوا على نار مجهده. في هذه المرحله ضروري نجهدوا النار، وديك الماء اللي عتطلق القنبه واللي عتطلق واللي عيطلق الدجاج خصنا نبقاو كنشحروهم حتى يشتافوا. وهنا كنزيد شويه ديال المعدنوس وكنستمر في التحريك على نار عاليه دائما. انا قلت لكم هنا بامكانكم تستغناو على الكامبا، يعني كتبقى اختياريه. انا نورمالمون كنعملهم غير بالدجاج وكيجيو يا سلام في المذاق. انا من عشاق ديال الصوجا، زيد شويه ديال الصوجا، وإلا ما كانتش كتعجبكم بامكانكم الاستغناء عليها تكتفيو غير بالملح. انتما كتشوفوا ديك المقادير كاملين كيطلقوا الماء. هنايا انا ما توفرتش عندي مطيشه الحك عيشه، اللي توفرت عنده يدير ملعقه صغيره د مطيشه الحك عيشه، كتعطيهم ديك اللون وديك التعليكه كيجيو غزالين. انا هنا كتوفرت عندي غير مطيشه صلصه الطماطم، عملت واحد 8 ملعقه صغيره. الا ما توفرتش ماشي مشكل، ولكن غير هي هاد الصلصه كتعطي هذيك اللون وديك التعليكه. هانتوما كتشوفوا من بعد ما تشحرت معايا وشتافت من الماء كيفاش كتبقى معلكه، وديك الحشوه كتجي غزاله غزاله، يعني لذيذه بزاف هاد الحشوه هادي. صافي هنا كنستمر كنحرك على نار عاليه دائما باش نتخلص من جميع السوائل اللي كيطلقوا داكشي. هنا على السريع نشارك معكم واحد الصلصه كتجي خطيره في المذاق.
بيضه، 2 قطع ديال الجبن، اي جبن توفر عندكم، معلقه ديال الليمون، هذه معلقه كبيره، وملعقه ديال الخل. هاد المايونيز بالجبن كتجي روعه في المذاق. وملعقه ديال الخل والزيت، الزيت تمن وشويه ديال الملح، والزيت غنعمل كاس د العنبه، تمن كاس د العنبه ديال الزيت. وغنطحن هاد المايونيز. كتجي ثقوا بيا الا جربتوها غتعجبكم بزاف هاد المايونيز. مايونيز بالجبن كتجي روعه في المذاق. صافي هنا بالخلاط اليدوي السر باش تنجح معكم، كنعمل الباطور ديالي وكنبقى مركزه في التحت، ما كنحركش يدي 8 دقيقه، كنطحن غير لتحت، ما كنحركش يدي باش ما تقطعش معكم هاد المايونيز وتنجح معكم. خصكم طحنوا ويدكم لتحت مفيكسي، ما تحركوش في الاول، ما تحركوش يعني، خليو يدكم فيكسي 8 الدقيقه الاولانيه، خليو يدكم هيدا واقف حتى ملي تبدا تطلع معكم المايونيز، عاد تبقاو تحركوا يداكم باش تنجح معكم هاد المايونيز وما تقطعش معكم وتجيكم بحال اللي كنبغيو. واللي كتعجبو قاصحه اكثر يبقى في هاد المرحله يبقى يزيد في الزيت. انا ما كتعجبنيش قاصحه بزاف، يعني هذا هو القوام اللي خصني، خليتها هيدا. واللي كتعجبو قاصحه يعني تجي خاتره اكثر، في المرحله اللي كيطحن يبقى يزيد الزيت. انا هنا عندي واحد المعلقه ديال البصله، يعني نقصتها في الاول بشلضه رقيقه، زيدتها في هذا المايونيز، كتعطيها واحد المذاق غزال. صافي ديال الصلصه اللي غنستعمل باش نجمع الطاكوس ديالي من بعد. صافي هنا من بعد ما وجدت ديك الحشوه كندير على سطح العمل وكنقطعها قطع رقيقه، ضروري نقطعوهم رقاقين. نتوما عارفين الطاكوس ما كتمشيش فيهم يعني طروفه كبارين، ضروري خصنا بحال اللي كنهرمشوهم هيدا، يعني يرجعوا قطع صغيورين، بحال اللي كنشلضوهم بحال اللي غنقول لكم، بحال اللي كنقطعوا الربيع. صافي كنبقى نقطعهم حتى كترجع عندي قطع صغيره باش نعمر الطاكوس ديالي. وهاد الحشوه ما نزيدش نشكركم فيها، راه كتجي معلكه غزاله غزاله في المذاق. نتمنى تجربوها وتعرفوا ليش كنشكركم فيها بزاف، راه كتجي لذيذه على هاد الشكل هذا، يعني خصها تجي مقطعه رقيقه على هاد الشكل كيف ما كيتبين معكم، قطع صغيره، ما يكونوش من الافضل يعني كبارين. صافي هنا ندوزو للمونتاج ديال الطاكوس ديالنا. انا هنا ما كنتش اولا نعمل هاد الصلصه، وماما مشات عند الجزار وجابتها غنستعملها ديال الطاكوس. يعني الا ما كانتش بامكانكم تكتفيو غير بالمايونيز اللي صاغبت معكم وكيتشوب، كيجيو رائعين. انا هنا توفرت عندي حتى ديك الصلصه ديال الطاكوس، غادي نعملها حتى هي هذه كتجي غزاله في المذاق. يعني صلصه الطاكوس راه معروفه في المتاجر كامله كيبيعوها، توفرت هو هذاك، ما توفرت تكتفيو غير بالمايونيز والكيتشوب راه كيعطيو نفس النتيجه. صافي هنا في هاد في الاساس كنعمل المايونيز هي الاولى، وكنعمل ديك الحشو اللي معايا اللي حضرت معكم. والبطاطا مقليه كتوفرت عندي، كتبقى اختياريه، اللي بغى يعملها يعملها واللي ما بغاش بلاش. انا غنعمل بطاطا مقليه بحكم كيجيو لذاذين اكثر بالبطاطا مقليه. كنعمل غير حبات، يعني ماشي بزاف كما كتشوفوا، غير حبات قلالين هيدا. وكنعمل الجبن اللي كيجي على هاد الشكل هذا مربع، وكنجمع الطاكوس ديالي طريقه سهله. وخا عمرك ما درتي الطاكوس ثقي بيا لا درتي هاد الطريقه راه عترجع عندك دائما كتعملها. صافي كنجمع فحال هيدا، ونفس الطريقه كنجمع من جهه اخرى. وهنايا كتكون عندي الاله ديال الطاكوس كتسخن، فهاد الاثناء اللي كنكون انا كنوجد هاد الشيء هذا كتكون هي كتسخن. ثم كتشوفي كيفاش كيجيو، كنحطهم في الاله ديال الطاكوس، كندهن بالمايونيز. هاد المايونيز ديال الجبن كتجي غزاله غزاله، خصكم تقيسوها وتعرفوا المذاق ديالها. انا كنزيد شويه ديال الصلصه ديال الطاكوس اللي شريناها واجده، كتبقى اختياريه طبعا. وكنستمر بنفس الطريقه، كندير الحشو يعني كميه لا باس بها. صافي كنبقى نعمر في الطاكوس ديالي، وانا متاكده الا جربتوا هاد الطاكوس غيعجبوكم بزاف، لذاذين بزاف، يعني احسن من 1000 مره اللي كنتناولو في الزنقه ولا اللي كنشريوهم واجدين.
وديما كنقول لكم الحاجه اللي كتكون صاغبه في الدار كيف ما بغات تكون، يعني ماشي لذيذه ابار لذيذه وكتعرفي شنو كتاكلي، ماشي بحال الحاجه اللي كنشريوها واجده في الزنقه. الحاجه ديال الدار دائما كتبقى افضل واحسن. صافي وكنعمل الجبن ديالي وكنجمع. كنتمنى الفيديو يكون واضح وتكون الطريقه مبسطه وشارحه راسها بلا اي تعقيدات. صافي انا ما كنشدهم حتى بشي حاجه، كنحطهم هيدا في الاله ديال الطاكوس وكنخليهم حتى كيتقرملوا وكنخرجهم حتى كياخذوا هذا اللون الذهبي هذا كيف ما كتشوفوا معايا، راه كيجيو رائعين. هنا غنقسم معكم وحده باش تشوفوا من الداخل كيفاش كيجيو معلكين والمذاق ديالهم كيجي ما تشبعوش منه. ثقوا بيا الا جربتوهم غادي تحماقوا على المذاق ديالهم. الى هنا خوتي كنقول لكم شكرا على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم، والف شكر وتقدير الناس اللي كيدعمونا وكيشاهدوا الفيديو وكيشاركوه، والناس اللي كيشوفوا الفيديو اول مره مرحبا بكم. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس هكذا يوصلكم مزيد من الفيديوهات ديالنا. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وترجعوا عليا، لان متاكده مليون في المية اذا جربتوها غادي تحماقوا على هاد الطاكوس هادو بلا اي نقاش. الى هنا خوتي كنقول لكم رمضان مبارك وعشركم مبروكه، وخليتكم في امان الله والى فيديو قادم ان شاء الله. لا لا يا لا لا